يا شباب، اليوم الموضوع كبير جدا جدا. أيوة، نزل المكون البني اليوم. بني في بني الموضوع. طبعا من قعدة الشيف بنقدر نعرف انه هو كان مدرب يوغا او بيلعب يوغا. والمكون البني جذب الزباين زي ما انتم شايفين ورا. ليش؟ لانه طبعا له ريحة. بلش الشيف يحط بهاراته، طبعا عشان ما نظلمه حط بهارات عادي. ايوه، ضاف المارشميلو هون. هون في تطور صار في الطبخ عند هذا الشيف. وهون ضاف البقدونس. كل مرة بتشبه كل شيء إلا البقدونس. على فكرة هذا الشيف أي شجرة بالطريق بيشوفها بجمع منها ورق شجر وبحطها في الطبخة. وبلش بتحريك الطبخة وزبطها أوبا، ضاف كمان بالريحة فاحت. شايفين الدخنة والبخار؟ شوفوا الزباين كيف التمت. وزي ما انتم شايفين الطاولة سوداء أسود من مستقبله. بس هو كانت، بديش أحلف بالله، كان لونها بيج، بس هو بيستخدمها من أيام هنود الحمر. مكوناته حط الصينية. شوفوا كيف بتجنن. هاي الصينية اللي بده يبلش يسقي للزباين منها صحونه. وزي ما انتم شايفين الصينية نظيفة، بس عليها بعض السميات والفطريات والسحايا والزواحف اللي بتمشي. زي ما انتم شايفين شيف اليوغا بس بحط معلقة واحدة في الصحن، لأنه أكثر من هيك تؤدي إلى انسداد أوعية المخيخ الأيمن، وهي مشكلة. شوفوا العفن والزبالة تحت الطاولة. على فكرة هذا مكب نفايات وزبالة تبعت المنطقة. حتى في فار بولد شكله تحت الطاولة. هنا ضاف البودرة السوداء، وهون سر الخلطة. البودرة السوداء هي عبارة عن كواع ركب نمل أسود. بتم تجميع النمل وبتم قطع الكوع والركبة منها لأنها أطيب عضو في النملة، وبجففوها وبضيفها. وبلش يحط بقطع الليمون، لأنه تعرفوا المكون البني بصير له ريحة وحموضة كمان. كل صحن عم بحط فيه قطعتين 3 مارشميلو عشان تعطيها منظر حلو مرتب. وعلى الوجه بضيف ورق الشجر اللي لمه من الشارع وهو جاي طبعا. والمفاجأة الكبرى انه شيف اليوغا عم بيستعمل معالق خشب عشان الزباين تاكل فيها. وعرفت السبب بعدين، انه هذا شيف اليوغا ما عنده معالق مصدي يستعملها. كل المعالق عنده جديدة، واذا استعملها باخذ مخالفة من البلدية، وكمان هذا بضر شغله وبخسر زباين، فمشان هيك بيستعمل معالق خشب. وهيك صحون الزواحف صارت جاهزة 100%. وهاي الوجبة طبعا بتاكلها بالمعلقة وبالخبز كمان، فهي ببلش يجهز بالخبز. أوب، مالك معصب؟ طول بالك. وأكيد لازم يفرك الخبزة بالصاجة عشان الصدى يتغلغل في الخبزة. وهون مساعد شيف اليوغا بحط حبتين فلفل بالضبط لكل وجبة عشان الحرارة توصل بسرعة للأمعاء وفتحة الشرايين. وهاي وجبة الشيف اليوغا وطبخة المكون البني بالمارشميلو والنوغا. والآثار الجانبية لهاي الوجبة إنه الزائدة الدودية عندك راح تفقع وتطرطش المكون البني وينتشر في جميع أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى جلطة دماغية وسكتة قلبية وشلل نصفي. بس الخبر السار إنه ما بتؤدي إلى أي تسمم.